وليه محدش بيتكلم على السبيسيفيك كربوهيدرات دايت؟ دايت قوي جدا وناجح جدا وعلمي جدا، بس زي ما انتم شايفين كده مش مشهور. كل الناس عارفه مثلا الجلوتين فري وازاي ان هو بيصلح مشاكل القولون العصبي، انما السبيسيفيك كربوهيدرات دايت محدش يعرف عنه حاجه، رغم انه عظيم في علاج مشاكل الجهاز الهضمي كلها، قولون عصبي، كرونز، سيلياك، كل الالتهابات اللي حتى مش فاهمينها. مثلا لما نيجي نتكلم على الاطفال اللي عندهم كرونز، بيعمل نتيجه وريميشن، او يعني ان الحاله الالتهابيه تروح تقريبا زي العلاج بالكورتيزون. في السبيسيفيك كربوهيدرات دايت بيتمنع كل الكربوهيدرات المعقده، مش الجلوتين بس، يعني حتى الرز بيتمنع، الذره، المكرونات، كل حاجه، وبتكتفي بس بسكريات بسيطه، انواع قليله من الفاكهه، انواع من الخضروات واللحوم والدواجن والمكسرات، ولو في زبادي يبقى زبادي متخمر حلو قوي. علق باي كلمه وهيوصلك ملف كامل بيشرح يعني ايه سبيسيفيك كربوهيدرات دايت.